رياضي الطنجاوي اتحاد طنجة في مباراة تكتسي أهمية كبيرة للطرفين معا، سواء بالنسبة للمضيف فريق المغرب الرياضي الفاسي الطمح من أجل تحقيق الأهم في هذه المباراة هو تحقيق الفوز. فوز سيعني الشيء الكثير في هذه الظرفية بالنسبة لمكونات فريق المغرب الرياضي الفاسي من أجل تسلق سلم الترتيب والبحث عن مكاسب تنقيطية كما هو الشأن اليوم بالنسبة لفريق اتحاد طنجة في ظل وضعية الفريق التي تتطلب اليوم تقديم أقسم لديه في هذه الأجواء الرمضانية الجميلة ولمدينة فاس. جانب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاس ضغط كبير سواء بالنسبة للمضيف المغرب الرياضي الفاسي. الماس يبحث من أجل الدخول سريعا في من جانب عناصر الماس عبر المرمى فراسيلا محاولة تمرير. كانت الكرة بينية أمامية مقطوعة، فرصة خطيرة وكاد أن يقع في المحظور ياسين الرابي. انطلق كاسم سكن قلت كسر الرهان في معركة وسط الميدان والانطلاقة وللفرصة وللسرعة وتغادر ركلة مرمى لإعادة تقدم اليمين والانطلاقة والفرصة قد تحمل طابع الخطورة من الأشياء اليسرى من محسن بوريكا وتسلل يشير الحكم. تسلل يشير الحكم بعدما كانت الإشارة بوجود ركلة الجزاء، لكن الحكم من الساتي فرصة تقدم من العرضية والإبعاد من شاف فريق المغرب الرياضي الفاسي. تلعب مصاوية راسية، فرصة خطيرة مرت جانبية في هذا الصراع اللي كان ميز الكرة بين محمد عارف ومعاه اللاعب محسن متولي. تلقى من الأشياء اليسرى خطيرة والتسديدة لم تكن بالشكل القوي. لخطة إخراج الكرة كان فيها مطالبة بخلال اليرتاون للماس. تلعب مقوسة وللبحث عن راسية خطيرة جول جول. بقول لكم كرة المباراة الكرات الثابتة والحاج يوسف كرات يباغت المغرب الرياضي الفاسي في حدود الدقيقة 52 بهدف مبكر لفائدة عناصر فريق الاتحاد. تتغير الآن اعطيات التشويق والهدف اللي استشوف فريق اتحاد طنجة. مخالفة بعد تدخل من طرف يانيس لو تستثمر على النحو الجيد تنفذ عبر القائمة الثانية خطيرة والراسية مرت جانبية عن مرمى فريق اتحاد طنجة. يدار البوريقة لسفيان السلمودين يسدد من طرف المدرب عزيز بن عسكر والتسديد تمر جانبا عن مرمى مرباح متولي عبر الطرف الايسر. هنا الانطلاقه هنا المراوغه من جانب علي يدر علي الحراق والخطا يحتسب لفائده فريق اتحاد طنجة. شعرت عناصر الطرفين وتلعب مقوسه بشكل مباشر. راق الحراق البينيه طويله اماميه وابعاد فتامين قرموني بمعمر سدد